أولا أرحب فيكم في بلدكم الثاني، بين أخوانكم وبين أهلكم وربعكم وجماعتكم، وأنقل لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده الحار. اليمن هي عمق العرب، وهي أساس العرب، وهي أصل العرب. كل جذورنا وكل أعراقنا ترجع في الأخير لليمن. وأكبر خطأ قام فيه العدو أنه يحاول أن يمس بعمق وصلب العرب اليمن. هذه جعلت كل العالم العربي يستنفر لما يحدث، وانقلبت الطاولة في السنة ونص الأخير ليس في اليمن بل في كل أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ أنهم لمسوا أو فكروا يلمسوا عمق العرب اللي هي اليمن. احنا نعرف أنه رجال اليمن ليس في حاجة لمساعدة أي أحد من أشقائهم. إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو، ولن يقفوا حتى إلى في عقر دار العدو. لكن لا نستطيع إحنا إخوانكم في السعودية أو في دول الخليج أو في مصر أو في السودان أو في الأردن أو في المغرب أو جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي أن نرى استنفار ووقفة للرجل اليمني بدون ما نكون إلى جانبه، سواء في الخير أو في الشر. فإحنا معكم دائما في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق وكما سوف نكون في المستقبل. وبحول الله وقدرته وعزيمة رجال أمثالكم كل عدو مدحور ليس في اليمن، في اليمن وفي كل مكان آخر. أنا لي الشرف أن اليوم أكون بين هؤلاء الرجال وبين أساس العرب وعمق العرب والقبائل العربية اليمنية. شرف لي واعتز أن اليوم أكون بينكم وأعمل معكم اليوم، وإن شاء الله المستقبل مزدهر، وإن شاء الله هذه خطوة فيها عز وشموخ لليمن وللعرب، وسوف يذكر التاريخ كل ما سوف تقومون فيه وكل ما عملتوا فيه. كما ورثوكم أجدادكم وأبائكم تاريخ مشرف، سوف تورثون أبنائكم وأحفادكم تاريخ مشرف بإذن الله إن شاء الله. أنا أشكركم وسعيد أن أستقبلكم اليوم، واليمن والسعودية والعالم العربي كله واحد، وأنتم بين أخوانكم وأهلكم، وإن شاء الله إلى الأمام بمستقبل زاهر إن شاء الله. شكرا.